إخوان؟ الخطر الحقيقي اللي بيمر ببلادنا وبالمنطقة اللي احنا موجودين فيها خطر واحد فقط، هو وانا كررت الموضوع ده كتير وبكرره دايما عشان ننتبه ليه كلنا. الخطر الحقيقي هو تفجير الدول من الداخل، الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل والإحساس بالإحباط. كل الأمور ديت بتشتغل بمنظومة رهيبة جدا. الهدف منها حاجة واحدة بس، هو تحريك الناس لتدمير بلدهم. أقول تاني، تحريك الناس لتدمير بلدهم. التدمير لبلادنا مش هيكون غير من جوانا، يعني نخلي بالنا وننتبه تماما لما يحاك بنا.